رغم الخلافات السابقه ورغم امتناعك عن الاجتماعات، لكن اليوم من اجل تحديد مصير المنتخب الوطني انت اول حد. ابدا، يعني حتى اوضح نقطه، انا ما اختلف عن الاجتماعات، اتخلف عن الاجتماعات ولا اختلف من اجل يعني فقط الظهور. لا، احنا ندعي بان احنا نؤسس الى مؤسسه صحيحه. هذا الموضوع الان هناك دائره منتخبات حسب النظام الاساسي، عملهم الصحيح هو رسم استراتيجيه للمنتخب الوطني، استراتيجيات المنتخب الوطني والخطط البديله وتوفير البيئه والمعسكرات وجميع ما موجود في هذه الماده، انا ملتزم بها. فالاخوان الان جوا وهم كلهم ناس محترمين فنيين ولاعبين منتخبات وطنيه سابقه واصحاب شهادات. ما ينتج عن هذا الاجتماع بالتاكيد 13 واحد في الاتحاد يكون معه. هاي نقطه، انت مع دائرة المنتخبات، لكن هل نقع بخطأ عقد كاساس السابق؟ راح تدقق انت العقد القادم؟ يعني هاي النقطة الأهم. بدون ما ندخل في اي امور اداريه وقانونيه وسياقات عمل، ما يطرح الان في دائره المنتخبات نمشي معه. لكن العقد راح تتابعونه؟ العقد لان سمعنا اخبار انه يطلب كذا مبلغ ثانيه. الان احنا محتاجين تسميه مدرب منتخب وطني، خلص يعني هسه الان احنا قلنا خلينا نسمي مدرب المنتخب الوطني، بقيه الامور في وقت اخر في مكان اخر بطريقه اخرى. بصراحه البارحه الرياضيين كانوا مجتمعين هنا قرب ملعب الشعب بسبب الشكوى اللي عليهم. انتم كاعضاء اتحاد ما تدخلتوا وتستفسرتوا عن الموضوع؟ لان هذا سابقا خطيره صراحه. اللي ادعيناه من البدايه. اتصور الان الموضوع اصبح واقع، لكن مو واقع. راح يطبق هذه الامور، لكن الان احنا نحتاج هدوء وتوفير بيئه مناسبه. شنو يطبق؟ موضوع الشكاوي يطبق بغض النظر عن اي شيء، خلي نوفر بيئه مناسبه، بعدين احنا ان شاء الله نتكلم بهاي. اخيرا تراجعت عن موضوع حل الاتحاد؟ شكرا.